السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ايزي كيتشن. النهاردة ان شاء الله فيديو بتاعنا هيكون ريفيو عن الجبنة اللي انتوا شايفينها دي. انا اول مرة اعمل فيديو من النوع ده الصراحة، ولكن الموضوع يعني ايه، كتوعية للناس لو مثلا قابلتكم الانواع دي من الجبن في السوبر ماركت، فيستحسن ما تشتروهاش، لان كده بصراحة يعني بتهدروا اموالكم. كانت صدمة بالنسبة لي ان انا كنت جايبة كمية كبيرة الصراحة، يعني زي ما انتم شايفين كده. هي شكلها لما تشوفوها تقولوا اه تمام، حلوة يعني ماشي الحال. ولكن بقى لما تلمسوها بايديكم بقى وتحسوها بقى عاملة زي البلاستيك كده، الموضوع فعلا حاجة يعني تزعل قوي. لان انا كده العرض ده كنت جايباه اونلاين، كان على بيج على الفيسبوك. طلبته كان 3 كيلو مع بعض. كيس فيه موتزاريلا بس، والكيس التاني فيه تشيدر، والكيس التالت كان ميكس. كل كيس 1 كيلو جرام، يعني تقريبا كانوا 3 كيلو، وهما كانوا 3 كيلو تقريبا. اه حتى الوزن بتاعهم موجود على الكيس. انا ناسيه الصراحه لان انا الفيديو ده مصوره بقالي كتير، وكنت عايزه انزل لكم ريفيو، ولكن انا لقيته دلوقتي فقلت افيدكم بقى بالتجربه بتاعتي دي. هي تجربه سيئه الصراحه، وحاولت كتير اتواصل مع الدليفري اللي كان موصل لي الاوردر. طبعا معرفتش خالص من بعدها تقريبا بقى، هم عارفين منتجاتهم بايظه بقى والناس كتير بتشتكي منها، فصعب ان انت توصلي لهم بعد كده. هم بيعرفوا يتعاملوا ازاي بقى، يعملوا بلوك، يتهربوا منك في اي حاجه يعني. حتى الارقام اللي على الكيس برضو ما عرفتش اوصل للناس المصنع او مكان الانتاج بتاعها للاسف يعني. فقلت اقل حاجه اعملها ان انا اوعيكم واعرفكم النوع ده من الجبنه لو لقيتوه في السوبر ماركت ببلاش يستحسن ما تجيبوش، عشان بصراحه انتوا كده بترموا فلوسكم على الارض. بصوا شكلها عامل ازاي، يعني بجد عامله زي البلاستيك بالظبط، ولا فيها اي نوع من انواع الجبن خالص اللي احنا عارفينها، ولا طعم ولا ريحه ولا شكل ولا اي حاجه. بصوا بلاستيك، يعني كانك جايبه قطعه بلاستيك بشراها بالظبط. حتى لما تمسكيها تقطعيها كده ما بين صوابعك ما بتقطعش الا بصعوبه جدا يعني. مش ملمس جبنه، لا ملمس حاجه بلاستيك قويه، قويه جدا يعني، مش حاجه طبيعيه. بصراحه حاجه مقززه جدا جدا. يعني هما ما بيرعوش ربنا، ولا دي مثلا حاجه ممكن تعمليها لاطفالك ولا تعمليها في البيت، حاجه غلط على الصحه وحاجه لا تصلح للاستهلاك الادمي اساسا. المفروض النوع ده اللي هو انتوا شايفين ده الميكس بقى، ده المفروض ان هو ميكس، لكن ده عبارة عن شوية بلاستيك كده مبشورين عليهم يعني رشة جبنة رومي بسيطة خالص مديها ريحة كده، اللي هو الميكس ده. ولكن النوع اللي هو التشيدر خالص ده البلاستيك الصافي بقى. بصوا يعني النقط اللي هي الصغننة البيضة دي الجبنة الرومي اللي حاطينها عشان تديها ريحة، طبعا على انها جبنة ميكس بقى وكده. وحاطين بقى عليها اللي هي اللون الغامق ده شوية، البشر الطويل اهو باين اهو، ده اللي هو عبارة عن بلاستيك خالص بقى. بصوا الشكل اللي هو ده بقى اللي هو المفروض اللي مكتوب على الكيس جبنه تشيدر. دي جبنه بلاستيك. انا ما اعرفش الصراحه على العجينه دي عاملينها ازاي، ولا توصلوا للمنتج ربنا اللي يعلم بيه ده لوحده يعني. الحمد لله. بصوا الشكل، يعني مش زعلانه على الفلوس على قد ما انا زعلانه على الناس ان ضميرها مبقتش تراعي ربنا خالص. بصوا الشكل عامل ازاي. دي المفروض اللي هي الميكس، ما فيهاش ريحه الميكس خالص يعني، ولا ريحه الجبنه اساسا. ودي اللي هي الموتزاريلا، يعني دي احسنهم عشان للامانه بقى. أنا برضو قلت المعلومه كامله، دي احسنهم. حتى تلاقيها كده يعني ايه، بصوا طريه شويه كده، وتحس انها مايله للجبنه اللي احنا بنجيبها العاديه. ولكن النوعين التانيين دول استغفر الله العظيم بصراحه حاجه كده لا تصلح اصلا للاستخدام الادمي. انا حاولت اتواصل مع الناس اللي انا واخده منهم الاوردر، بس معرفتش وفي الاخر رميتهم، لانها ما ينفعش استخدمها خالص، ولا احطها على بيت زيت ولا اي حاجه خالص. حتى حاولت اسيح شويه شميت ريحه بلاستيك اللي هي النوع التشيدر دي. فيا رب صوتي يوصل للناس. ولو لقيتوا النوع ده، بصوا حتى النوع هنا اسم باين اهو، اسمه دايموند. فلو لقيته في السوبر ماركت يا ريت محدش يجيبه. انا مصوره الفيديو ده بقالي فتره، بس لحد دلوقتي بشوف الانواع دي في السوبر ماركت.
بصوا انا هفضلكوا برضو شويه على الرخامه كده عشان تشوفوها بوضوح. ده النوع اللي هو المفروض الموتزاريلا، والنوع التاني ده اللي هو الميكس، ميكس جبن يعني كذا نوع على بعضه. بصوا اهو. انا مش عارفه الصراحه العجينه دي عاملينها ازاي ومن ايه عشان تطلع بالبشاعه دي. وده النوع التالت بقى اللي هو المفروض مكتوب على الكيس اللي هو تشيدر. دي عباره عن بلاستيك صافي، ما فيهاش ولا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه تمط للجبن باي صله يعني. بصوا حتى بصوا القطعه دي انا بضغط عليها جامد جدا على فكره، مش هتتقطع. مش عارفه اقطعها بايدي مع اني بضغط عليها بقوه، بتقطع بالعافيه في الاخر. بصوا حاطه نقطه ازاي، يعني عامله زي البلاستيك بالظبط. حاجه كده صعبه جدا. انا مش عارفه الناس دي لما بتيجي تعمل مصنعات غذائيه بتبقى ضمايرهم فين. ابسط حاجه كان ممكن اقدمها للناس ان انا اوعيهم من النوع ده من الجبن. لو لقيته في السوبر ماركت محدش يشتريه يا جماعه. اللي عندها اطفال وحتى اللي ما عندهاش اطفال، يعني الصحه دي غاليه جدا. وال... وال... والاوردر ما كانش رخيص، يعني انا مش فاكره بالظبط كان بكام، ولكن تقريبا كان بسعر الجبن الموجوده ساعتها، بس يعني كان اقل حاجه بسيطه. بس انا قلت يعني كميته حلوه، كان كيلو من كل نوع، فقلت هيقعد معايا فتره طويله. ولكن ما اعرفش ان انا في الاخر هتصدم الصدمه دي يعني. ادي الاسم هو انا مبينه لكم كويس، اسمه دايموند، عشان لو شفتوه في السوبر ماركت حتى لو لو نزل عليه عرض مثلا ببلاش برضو ما تاخديهوش. هي دي شكلها على الطبيعه اهو. انا فتحت الكيس قدامكم. بصوا حتى بصوا حتى انا حاولة اهرسها بايدي ما بتتهرسش. حاجة كده لا تمت للطبيعة بأي حاجة يعني. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أولادكم من كل سوء. المفروض الحاجات دي نبقى احنا حذرين جدا لما نيجي نشتريها، ولكن ساعات الواحد كده بقى بيقع في أخطاء غصب عنه. الواحد ما بيتعلمش ببلاش يعني. ودي تجربة وعدت، وانا كل ما اشوفها في السوبر ماركت الصراحة ما بفكرش ابص لها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.